عندك مشكله في سيستم التكييف والتكييف عندك فاصل خالص، كل شويه تشحن العربيه وبرضه العربيه تصرف فريون، دايما بتلاقي الهواء اللي طالع من الهوايات مكتوب معاك وكله اتربه ورايح كريهه. في الاخر كده سيستم التكييف في العربيه مجننك. عمار جاي لك بالحل. اول ما بتشغل التكييف في عربيتك بتسمع صوت طالع من الهوايات واداء التبريد سيء جدا. علشان تستلم تكييف ثلاجه في عربيتك لازم تقسم دايره التكييف لجزئين، لان عمار هيغير مفهومك عن التكييف، وبدل ما تقول انا عندي تكييف في العربيه هتقول ثلاجه، لان هنراجع عليها من اي تو زد. الدايره الاولى في العربيه وهي الدايره الخارجيه، لان احنا هنشتغل عليها ان احنا نخليها لك فابريكا. من بدايه الزيت اللي داخل الكمبريسور هنبدا ان احنا نغيره علشان نحافظ على استمراريه دوران الكباس ونحافظ عليه لاطول عمر ممكن. والنقطه الثانيه عندنا هنعمل فاكيوم للعربيه علشان نسحب اي رطوبه او اكسده او رايش في الدايره علشان نستلم اداء تكييف ثلاجه. كمان هنتاكد من حاله السربنتينه الخارجيه، ولو محتاجه صيانه وغسيل هنرجعها لك فابريكا بان احنا هنعمل لها دوره غسيل داخليه وخارجيه. واخر حاجه معانا علشان نستلم تكييف ثلاجه هي شحنه التكييف. هنشحن العربيه دي فريون لا اما امريكي او انجليزي، كمان مش شحن بلدي، هنوصل عليها جهاز ايطالي علشان نتاكد من سلامه الدايره ان هي 100%، وعليه كمان داتا شيت هيحقن كميه الفريون اللي مكتوبه في كتالوج العربيه، يعني ولا جرام زياده ولا جرام اقل، علشان تستلم اداء تكييف ثلاجه وتنساه طول الموسم. نيجي بقى للدايره الداخليه اللي مكونه عندنا من 4 اجزاء، وهي الهوايات والثلاجه والبلاور والفلتر. هنمسك الدايره دي لحد ما نرجعها لك فابريكا. هيتم فحص الثلاجه بمنظار داخلي بدون فك الطابلوه، وكلمه فك الطابلوه دي حط تحتها 1000 خطوه، يعني مش هنحل لك الفبر ونكسر الدنيا علشان تحتاج بس تبص على الثلاجه. ومش كده وبس، كمان عندنا اوبشن في المنظار ده ان احنا نقدر نغسل الثلاجه ونشوفها بيفور اند افتر، يعني هنخلي ثلاجه التكييف في عربيتك فابريك من غير ما نحل مشكله. وده اللي هيريحك من الكمكمه والروائح الكريهه وضعف الهواء، وان كل شويه تسمع صوت ان في مشكله عندك في الثلاجه وانت مش عارف تعالجها. عمار لقالك الحل ووفره لك في اقل من نص ساعه. كمان تقدر تعمل دايره اكسترا لو انت عندك حساسيه والهوايات هنا بتضايقك وبتطلع عليك اتربه انت واطفالك. نقدر نحقن فوم في الدايره ونغسل لك من بدايه الهوايات لحد البلاور والمواسير اللي جوه، وكمان دايره اكسترا للثلاجه، وبكده هتستلم تكييف عربيه ثلاجه. الناس كلها ناس محترمه بصراحه، يعني اول مره اكون في مركز بيقدم لك مثلا قطعه غيار اصليه زي التوكيل بالظبط. بصراحه لما جيت عندكم عند ابو عمار بصراحه حل لي المشكله، ما خدتش ساعه زمن بالظبط او ساعه ونص وكل حاجه خلصت. الصيانات هنا بصراحه يعني هم عندهم الكفاءه وعندهم الامانه وعندهم الخبره. انا طبعا جيت هنا بقى قعدت احلم بقى كل المشاكل اللي في عربيتي اللي انا نفسي احلها بقى بدات اشتغل عليها. كلهم مهندسين وميكانيكيه شاطرين قوي، شغالين الله اكبر زي خليه النحل. والحق واحجز معانا لان احنا عندنا العدد اليومي لشحن التكييف محدود جدا. ما تنساش تدعي لنا دعوه وتصلي على الحبيب. السلام عليكم.